السلام عليكم أصدقائي. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. وكلمة لمشايخنا الأجلاء، كلمة للناس اللي بناخد منهم علوم الدين، كلمة للعلماء اللي بنتعلم منهم الحلال والحرام، اللي بنفتح عينينا لغاية ما نغمض عينينا، وذكر الرحمن على لساننا مسيحي أو مسلم بسببهم. انتوا بتعلمونا الخير. سؤال واحد لحضراتكم، هو اللي بيحصل في الأعياد وداخل علينا بعد كده هيبقى فيه عيد الأضحى، يعني بعد شهرين أو 60 65 يوم أو حاجة داخل علينا عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين من دلوقتي. اللي بيحصل في الأعياد ده هو سؤال واحد ما ينفعش فيه الجدال، حلال ولا حرام؟ تنفع الصلاة بالطريقة دي ولا ما تنفعش الصلاة بالطريقة دي؟ ان الستات والبنات يجتمعوا في صف واحد مع الشباب والرجالة، ووراهم رجالة وقدامهم ستات، والراجل يبقى واقف في ستات قدامه، ونوطي مع بعض ونركع مع بعض ونسجد مع بعض، وده يتأخر ويبص ودي تتأخر وتعدل طرحتها. ينفع الجمع بين السيدات والبنات والشباب والرجال في الصلاة في صف واحد؟ اللي انا اعرفه ان في الحرم حتى بيفصلوا بين الستات والرجالة. ينفع في صلاة العيد نجمع يا اخوانا يا مشايخنا؟ طيب احنا ليه لو ما ينفعش ما بنخرجش ليه قبل العيد بثلاث اربع ايام وننبه على الشاشات ونقول ان ده لا يجوز، الصلاة باطلة، الصلاة حرام، ما ينفعش الكلام ده، ومشايخنا في المساجد ينبهوا في الصلاة ويحاولوا يعملوا حاجز بين الرجال وبين النساء في الساحة الكبيرة اللي هم بيفرشوا لها الحصائر. وبعد كده المكان المؤمن لكل مسجد، ما هنقول مثلا الساحة امتدت واحنا مش مسؤولين عن اللي ورا، انت مسؤول عن جزء معين ماشي، واللي بعد كده نحط يفط، كل راعي مسؤول عن رعيته، وانتوا مسؤولين واحنا مسؤولين منكم، انتوا رجال الدين. انت اللي فتحت الكتاب من الجلدة للجلدة وحافظ كتب السنة، انت اللي حافظ كتب الشريعة، انت اللي حافظ وفاهم. حطوا يفط، لا تجوز الصلاة في صف واحد سيدات ايا كان المعنى، حرام الصلاة صف واحد رجال ونساء، لا تجوز رجال ونساء، السيدات في الخلف، واعمل ستارة بينهم زي ما بيحصل في المساجد يوم الجمعة. المساجد اللي ما فيهاش مساحة كبيرة الجزء الوراني بيبقى مخصص للسيدات، بتتعمل ساتر بينهم وبين الرجال. ايه اللي بيحصل في العيد؟ هو عيد بالمعنى اللي في يلا نروح نعيد، هو ده ينفع؟ والكلام ده بيتكرر سنة واثنين وثلاثة وعلى طول. ليه ما كانش كده الاول؟ ايه اللي حصل بقالنا كام سنة وكام عيد؟ ليه كده؟ هو ده ينفع يعني؟ اذا كان ينفع خير وبركة، اطلعوا قولوا لنا ينفع. اذا ما كانش ينفع قوموا بدوركم الصح، وعوا الناس، اطلعوا واتكلموا. المشايخ اللي بيديروا المساجد يعملوا يفط ويحطوها من قبل العيد كمان، علشان كل واحد ينبه على بنته وينبه على مراته وينبه على اخته. راح تصلي ما تقفيش جنب الرجاله، راح تصلي اقف ورا خالص، ورا خالص في المكان المخصص للسيدات اذا كنت رايحه تصلي. اما اذا كنت رايحه تتهشكي فالدنيا واسعه، تهشتكي بعيد عن الناس اللي عايزه تأدي فرض ربنا. والكلام برضو للرجاله، الراجل اللي رايح يصلي ما يوقفش جنب واحده، ولا بعد اذنك ما تقفيش جنبي نهائي، في مكان مخصص للسيدات. اما انت لو رايح عايز تحكها يبقى ده كلام تاني. فمش عايزين مرة على مرة هنلاقي الصلاة بتاعتنا دي اتحولت وبقت سويقة، ما بقتش فرض بنأديه لربنا. ارجوكم مشايخنا الافاضل الكرام الاجلاء اللي كلمتهم مسموعة عندنا كلنا، اطلعوا وعوا الناس قبل كل عيد لعل وعسى. ومن ناحيتكم شيء ومن ناحية المشايخ في المساجد شيء، عشان ولي الامر يقدر ينبه على حريم بيته. لكن اللي بيحصل بره ده مش صلاة، ده مسخرة، وربنا يصلح حالنا جميعا. السلام عليكم.